السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله كده عامله معاكم السجق بطريقه حلوه جدا وطعمها حلو ومختلف، وعامله معاكم الكبده الاسكندراني بطعم برضو حلو جدا. ان شاء الله رب الطريقه تعجبكم تجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتدوسوا لايك. نخش يا حبايب قلبي كده على المكونات بتاعتنا. ان شاء الله رب الطريقه تعجبكم. نسمي بسم الله كده. هنا عندي حوالي نص كيلو من الطماطم، وعندي 4 بصلات كده، حوالي برضه يمكن نص كيلو من البصل. النهارده هنعمل بقى السجق بقى بطريقه حلوه جدا، تحس ان انت بقى ايه يعني عايزه تاكلوا الصوص ده قبل السجق من حلاوته. كده جبنا الطماطم هنقطع حتت صغيره جدا، هنقطع الطماطم حتت صغيره خالص كده. انا النهارده هعمل كميه كبيره، عشان كده بقول لكم نص كيلو من الطماطم. يمكن انتوا لو هتعملوا كميه صغيره ممكن تاخدوا طماطميه واحده او اتنين، فانا ان شاء الله النهارده هعمل كميه كبيره، يعني هعمل 2 كيلو من السجق، فهعمل له نص كيلو من الطماطم. يمكن انتوا لو هتعملوا نص كيلو ممكن تاخدوا مثلا واحده كبيره او طماطميتين صغيرين مع بصلايه. طبعا احنا هنحط طماطم وبصل في الصوص بتاعنا. كده هنقطع الطماطم بالمنظر ده كده حتت صغيره جدا، والبصل برضو نفس الطريقه. بصوا كده قطعنا كميه الطماطم حتت صغيره خالص كده، والبصل بقى اقول لكم بنقطعه ازاي برضو حتت صغيره خالص. بصوا نجيب البصل كده اهوت ونعملها يعني نقطعها كده بالطول وبالعرض، وبعد كده نقطعها ايه قطع صغيره. في الوصفه دي ما ينفعش نعمل البصل بالكبه او بالمبشره، احنا عايزينه كده بيبقى ايه حتت صغيره كده، بيبقى ظاهر معانا يعني، بيديك طعم احلى في الصوص بتاع السجق بالذات. نخرط البصل كده على ايدينا. بس كده خرطنا كميه البصل بالمنظر ده كده. دول 4 بصلات، يعني ربع كيلو السجق بياخد بصلايه. هرش كده عليه رشه من الملح كده قبل ما نحطه على النار. وعندي برضو فلفل اخضر كده. هنحط كميه زيت كده حلوه عشان انا عامله كميه كبيره، وحسب الكميه اللي عندكم. كده هننزل كده عليها بالبصل، بنسخن الزيت الاول وننزل عليه بالبصل. نديله تشويحه كده في الاول. ومحضره عندي فلفل الوان، فلفل اخضر حراق او رومي حسب ما تحب. بصوا كده انا عندي فلفل اخضر رومي، وعندي فلفل الوان كانوا حبه في الفريزر خدتهم، وجنب معاه فلفل برضو حامي شويه. الاول هندبل البصله وبعد كده ننزل عليها بالفلفل. بالمنظر ده كده عندي فلفل الوان وعندي فلفل اخضر وعندي فلفل حراق. الفلفل الالوان ده مجفف والحراق برضو مجفف، ما فيش غير الفلفل الاخضر الطازه، والموجود عندكم تعملوه. يعني بس هندبل البصله كده حاجات بسيطه. يا دوبك تدبل كده ميه حاجات بسيطه جدا، واروح نازله بالفلفل عليها. طبعا الطريقه دي حلوه جدا جدا للسجق، جميله جدا، الصوص بتاعها تحفه حلوه قوي. بس كده هتبل البصل كده شويه. هننزل عليه كده برشه فلفل اسمر، تديها طعم حلو برضو واحنا شغالين كده نقلب فيها. وننزل كده بالفلفل اللي احنا قطعناه اذا كان مجفف او طازه.
هندبله برضو شوية كده. هندبل الفلفل برضو مع البصلة كده. وبعد كده ننزل عليها ايه بالطماطم. بعد ما دبلت معانا ننزل عليها بكمية الطماطم اللي احنا خرطناها كلها. هنسيب بقى الطماطم كده ايه تتسبك معاها، يعني نغطي البصلة كده بالطماطم لغاية ما تتسبك كويس جدا. هنقلبها كده ونغطيها. بصوا كده اهيت انا مغطياها عشان تتسبك معايا بسرعة، والطماطم بتاعتي تدبل خالص. نبتدي كده نهرسها بالمعلقة كده واحنا بنقلبها. هنغطيها تاني لسه شوية برضو. بصوا كده بالمعلقة كده وبنهرس الطماطم معانا كده، مش عايزينها تبقى باينة يعني. نهرس الطماطم كويس جدا كده. نزود الملح بتاعنا، نظبط بقى طعم الصوص بتاعنا كده. حطينا ملح، حبة كمون كده، لا ده ملح ده بهارات، وكمون برضو. رشة كده برضو من الفلفل الاسود. نكمل برضو تاني. يبقى حطينا بهارات، حطينا كمون، حطينا فلفل اسود، حطينا ملح. نحط كده ايه حوالي كوبايه ونص كده او كوبايه في البدايه كده ميه مغليه. دي خدت مننا كوبايتين ميه مغليه. حطينا الاول كوبايه كده عشان السجق عندي ما ايه يستوي معايا كده. حطيت كوبايه في البدايه وابتدي بقى انزل بالسجق بقى. انا السجق كده ايه يعني مخلصاه من بعضيه كده، بيبقى شابك في بعضيه كده ايه، مسلكاه من بعضيه كده، وابتدي بقى انزله سليم كده ما بقطعهوش. بنزله زي هو كده سليم بحاله كده. بس انا عامله كميه كبيره عشان كده عامله الصوص كتير، فانتوا حسب ما تحبوا تعملوا السجق قد ايه. فانا احط الكميه كلها برضو كده، وهتاخد مني كمان كوبايه ميه كمان. نحط الكميه كلها كده، نقلبها الاول كويس جدا كده. معلش للاصوات اللي حواليا. كده خلاص هنغطيها بقى، ولما تحتاج ميه تاني نديها برضو كوبايه ميه مغليه، ومش هنكتر الملح كتير قوي عشان السجق بيبقى حقيقي شويه. يعني انا كميه الملح اللي حطيتها دي كلها عشان طعم الصوص اللي انا حاطاه، يعني بتبقى طعمه حلو، لكن السجق بيبقى طعمه حقيقي يعني. كده انا زودت نص كوبايه، وبعد كده زودت نص كوبايه كمان، يعني خدت مني كوبايتين ميه. بنقلب بالراحه خالص، وفي طبعا اتفتح منها كتير يعني، فعادي جدا. اللي متفتح ده بقى طعمه احلى من اللي هو سليم كمان، عشان واخد طعم الصوص كله كده، وطعمه جميل جدا. وهنعمل معاكم النهارده ان شاء الله كبده اسكندراني، طعمها حلو جدا، رائع رائع يعني. بس كده هنغطيها بقى ونعمل جنبيها ايه الكبده. كده خلاص استوت اهي، اخليها على نار هاديه دلوقتي تستوي براحتها، ونعمل جنبيها الكبده. نحطها على نار متوسطه كده على عين تانية. هننقلها على نار واطيه شويه كده، ونغطيها. وهنحط كده ايه طاسه معايا كده، هنحط فيها زيت. تيجي بس تسخن معايا كده، احط فيها الزيت.
ونسيب الزيت بقى يقدح كويس جدا. احلى حاجه بقى في الكبده اسكندراني ديت لازم الزيت يتقدح كويس جدا. هنجرب كده. عندي نص كيلو كبده اهوت، نص كيلو كبده مقطعه صفيري كده. هنجرب بس نحط نشوف كده ايه قدح ولا لسه شويه. بس هو قدح معايا كويس جدا، بس اللقطه دي ما جاتش. لازم يقدح كويس قوي، تحطيها كده تحسي ان هو الكبده يعني بتاخد اول صدمه كده معاكي، بتبقى سخنه جدا. وخلاص كده خدت الصدمه الاولانيه كده، ابتدي بقى اقلبها بالراحه. هقلب الكبده كده بالراحه خالص لغايه ما تاخد صدمه الناحيه التانية كده. مجرد ما لونها بيتغير انزل عليها فلفل اخضر وفلفل حراق. طبعا الكبده اسكندراني معروفه ان هي بتبقى حاميه جدا. حطينا عليها الفلفل بعد ما هي خدت الصدمه من كل الجهات كده. نزلنا عليها بفلفل حراق وفلفل رومي، وحسب ما تحبوا انتوا عايزين الفلفل يعني حراق او رومي، بس مش لازم يكون حراق، يعني حسب ما انتوا تحبوا. في ناس ما بتحبش الحراق خالص تعملها فلفل رومي بس. عندي كده ما ايه السجق اهوت على العين الصغيره اهوت حطاه. وعندي الكبده شغاله اهيت بالفلفل الاخضر والكبده والفلفل. يعني مجرد ما تخش في السوا كده اقول لكم نعمل ايه تاني يخلي طعمها جميل جدا. بتنزل ميتها، ومجرد ما تبتدي تشربها. ده لسه شويه. عندي معلقه توم كبيره كده، واول ما تشمي ريحه التوم دي طالعه عليك يا سلام. بصوا كده، اول ما تلاقي ريحه التوم طالعه كده عليكي تبقى كده خلاص كده خلصت معانا. بس لسه بقى ما حطيناش اي حاجه من التوابل ولا الملح ولا اي حاجه، نحط في الاخر خالص. ريحه التوم بتبقى طالعه حلوه جدا، وهي ما احنا ما بنحمرش التوم، يا دوبك تشويحه بسيطه جدا. طعمها بصراحه كان جميل جدا. هنا عندي ملح وعندي كمون وعندي بهارات وفلفل اسمر. يبقى ملح كمون. هنزود بس الملح برضو بتاعنا شويه كده عشان الملح كان قليل. يبقى حطينا ملح وكمون وبهارات وفلفل اسمر. وفي الاخر خالص بقى هننزل بمعلقه او معلقتين خل كده، بتخلي ريحتها وطعمها جميل جدا. كانت قلبة ريحة البيت. يا ريحة التوم بصراحة بتخلي طعم الأكل جميل جدا. في الآخر خالص هنبتدي بقى نطفي خلاص، يعني قبل ما نطفي حاجات بسيطة كده بننزل بمعلقتين الخل ايه عليها. نشوف استوت ولا لا كده. بصي عندي ربع كوباية من الخل كده، يعني كوبايتين معلقتين مليانين كده كبار بس. وشم الروايح بقى وايه، وبألف هنا اللي ياكل. بس كده خلصت معايا بقى ايه، هنبتدي نحطها في طبق التقديم بتاعنا. بس كده خلاص هنبتدي بقى نغرفها. بس كده وهنغرف في السجق كمان جنب ترشي. بصوا طعمه وريحته جميل جدا. الصوص بتاعه حلو قوي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم باذن الله. جنب ترشي كده عيش بلدي بقى جنبيه بالمنظر ده كده، طعمه بصراحه جميل جدا. ان شاء الله يا رب تجربوه ويعجبكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.